ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. فيديو جديد من دنيتك مع شيماء. اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش بقى يحط لايك للفيديو ويشترك كده معانا في القناة، وخلوا الجرس يرن يا بنات عشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب جميعا وعلى حبايبكم وأهلكم. ان شاء الله يكون رمضان كده خير وبركة علينا جميعا. ربنا يغفر لنا فيه ويتقبلنا ويرحم يا رب شهداء أهل غزة وينصرهم ويطمنا عليهم. فيديو بقى النهاردة يا بنات، يعني حال الستات في رمضان. حبيت كده أشارك معاكم أنا عملت إيه في كل الشقة، التنظيفات بقى والتوضيبات والفرش وكل الأجواء الجميلة دي اللي بنعيشها في رمضان. يعني بنعمل على قد ما بنقدر، بنحاول نفرح نفسنا ونفرح كده ولادنا. طبعا شهر ما بيجيش غير مرة في السنة. حاجة جميلة ان انتي تدي لكل حاجة كده حقها وتحسي ببهجة الشهر الجميل ده، وكمان تغرزي في ولادك ان يبقوا فاهمين ان رمضان ده شهر مختلف تماما، مش بس زينة ونور وحاجات زي كده. تعالوا الأول بس هقول لكم المشتريات اللي أنا جبتها لرمضان. جبت حاجات بصوا بسيطة، بس المفاجأة الجميلة ان انا جات لي هدايا حلوة قوي هشاركها كده معاكم. بصوا الحاجات البسيطة دي، انا جبت الصينية اللي عليها فنانيس دي، وجبت كمان الازازة عليها اصحى يا نايم، للعصاير بقى للمية كده، جو حلو في رمضان. وكمان بقى بصوا ده مفرش تلاجة، المفروض ان هو 4 قطع. المفروض ان هما يعني عليهم رمضان كريم، بس لما فتحته لقيت 2 بس عليهم رمضان و2 فاكهة فمش مشكلة. اللي ورا دي بقى زي تمرية كده عليها هلال ونجمة. الهدايا بقى اللي جات لي، بصوا يعني بجد مفاجأة وفرحة فرحتني فوق ما تتصوروا. في واحدة من متابعيني كلمتني على الفيسبوك وأصرت إن هي تبعت لي حاجة لرمضان. طبعا ما كنتش عايزة إن أنا أكلفها ولا كنت عايزة حاجة خالص. بس هي أصرت والله وقالت لي أنا متعودة كل رمضان إن هي تجيب لإخواتها ولحبايبها، وافتكرتني وقالت لي انتي يعني أنا متابعاكي بقالي فترة. وقالت لي كلام بجد جميل جميل، يعني ربنا يفرح قلبها زي ما فرحتني كده. وأصرِّت إن هي تبعت لي شوية حاجات، وقالت لي يعني زي ما بعتّ لإخواتي أنتِ كمان هابعت لِك، فبعتت لي العلب الجميلة دي. ما تتخيلوش فرحتي بجد كبيرة عاملة إزاي. طبعًا الحاجات جميلة جدًا، جدًا، تسلم إيديكِ. أنا مش فرحانة بس على الحاجات، أنا بجد فرحانة لإني ما كنتش متخيلة إن في حد من يعني المتابعين أو اللي بيتفرجوا عليَّ يكون بيحبني ويكون افتكرني مع إخواته. يعني هي بتجيب لأهلها ولحبايبها وإنها تفتكرني وتبعت لي حاجة بجد دي عندي كبيرة أوي. يعني ربنا يفرح قلبِك بجد زي ما فرحتيني، لإني ما كنتش يعني فاكرة إن في حد بيحبني كده ومتابعني ومستني الفيديوهات بتاعتي. فبجد بصوا الحاجة دي فرحتني قوي قوي قوي. يعني ربنا يسعدك بجد ويجعله رمضان خير عليكي، ودايما كده تهادي كل حبايبك وأصحابك. بصوا بقى هي بعتت لي كل العلب دي يا بنات، العلب اللي هي البينك والصفرة، وطقم الشفاشق الصغننين الاتنين دول، وكمان بعتت لي في طقم علب تاني بس أنا نسيت أصوّره والله. فهي بعتت لي كل البلاستيكات دي. الحاجات دي بقى أنا اللي كنت جايباها،
يعني المشتريات دي أنا كنت جايباها من فترة كمان مش دلوقتي خالص، يعني هتتصدموا لو قُلت لكم بقى لها أكتر من شهر ونُص كل شوية باجيب حاجة. جِبت بقى بُصّوا معالق السيليكون دول كنت جايباهم كده والسكاكين، بحيث إن أنا أبدأ أغيّر كده في حاجة في المطبخ، وجِبت كمان اللي هو الطاجن اللي أنتم شايفينه ده، والstand ده، قُلت بس إن أنا عايزة أغيّر شكل كده في المطبخ ونعمل ديكور حلو في رمضان، يبقى مختلف عن اللي إحنا بنحطه يعني. سبحان الله كنت عايزة أجيب شفشق لرمضان يعني كام علبة، بس والله ما جبتش، وسبحان الله أنا ما كنتش عارفة أصلًا هي هتبعت لي إيه، فيعني جُم لي في وقتهم وهاستخدمهم معاكم كمان إن شاء الله في الفيديو ده، لإني هنرص فيه حاجاتنا و وكل بقى يعني الحاجات بتاعة البيت. أنا كمان بُصّوا جِبت الورقة دي بتاعة أذكار الصباح والمساء، وفيها كده يعني أدعية واستغفارات جميلة أوي. كمان بقى بُصّوا الكوباية دي عجبتني جدًا، هي يعني إكليريك كده وتحسّوا إن خامتها كريستال وشكلها تحفة، جبتها للمَيّة وجبت كمان 3 كوبايات كده عليهم رمضان، هو أنا مش جبت 3 كوبايات، هو الطقم كان 3 كوبايات، وجبت كمان النشابة دي وجبت كوبايات عليها أيوه دول، كوبايات كده عليهم شكل رمضان، زي ما أنتم متعودين معايا أنا لمّا باطلع لكم بفيديو مشتريات عمري ما بانزل أجيب الحاجة دي مرّة واحدة، يعني بقى لها أكتر من شهر ونُص كل مرّة باجيب حاجة واحدة أو 2 يعني عارفين باصرف مثلًا 50 جنيه بس كده. مش باحاول أضغط على نفسي ولا باكلّف نفسي، وفي نفس الوقت باعرف أدبّر أموري الحمد لله، وباجيب كل اللي في نفسي فيه و وما باقصّرش في الميزانية، والحاجات دي أنا قُلتها لكم كتير في الفيديوهات اللي قبل كده. ودي بقى شكل الهدايا اللي جات لي، وكمان الحاجات اللي أنا اشتريتها. وتعالوا بقى هنفرشهم كده مع بعض ونعدّل بقى في المطبخ، نغيّر كده النظام، يعني اللي كان متابعني كان عارف إن أنا عاملة شكل كده مختلف شوية على الرخامة، فإن شاء الله بقى شِلت كل ده لإني بُصّوا صبّنت المطبخ يعني تصبينة عارفين محترمة، من جوّه ومن برّه والحيطان والشفاط، كل حاجة، شِلت كمان أنا الفرش بتاع يعني الصالون عندي والأنتريه والرُكنة، كنت شايلة الفرش وغسلته، كل حاجة كنت شايلاها، بس بصراحة ما شِلتش الستاير ولا سجاجيد لإنّهم نضاف عندي. فتعالوا بقى كده نحُط بقى المطبخ، بُصّوا يعني أنا ما رضيتش يعني أفتح ولا الهدايا ولا أفرش غير طبعًا لمّا ننضّف خالص، فرجّعت بقى الstand كده مكانه، أنتم عارفين إن أنا كنت حاطاه قدّام، كل العلب وكل الحاجات دي مغسولة، يعني بُصّوا كل حاجة، كل فتفوتة في المطبخ بجد اتغسلت، من جوّه ومن برّه الحمد لله، يعني المطبخ نضيف جدًا، أنتم عارفين شهر رمضان شهر خير كده، ودايمًا واقفة في المطبخ كتير وبهدلة، يعني أصرّيت إن أنا إن شاء الله أعمله المطبخ كلّه وأنضّفه علشان ما يتبهدلش أوي معايا ويبقى تنضيفه صعب عليّا. بُصّوا كل التوابل دي فاضية لإني غسلت كل حاجة، فضّيت كل العلب وغسلتها، إن شاء الله برضه هابقى أملاهم وهارجع يعني أضبّط الحاجة لإني كل حاجة فضّيتها، الزيّاتة، أطقم التوابل، كمان عارفين العلب اللي أنا باشيل فيها الخزين، الرز والسكر والمكرونة والحاجات دي، كل حاجة كنت مفضياها وغسلتها. وطبعًا ما كنتش عملت الحاجة دي ولا في يوم ولا في يومين، أنا بقى لي كده فترة كل يوم كنت باعمل حاجة بحيث إن أنا ما اضغطش على نفسي واخلّص حاجتي. طبعًا إحنا عملنا مع بعض التفريزات بتاعة رمضان، وعملنا كمان السحور، حضّرناه، كل الفيديوهات دي هتلاقوها كده على القناة. جِبت بقى الstand دوّة وحطيت فيه الزيّاتة والحاجات اللي أنا باستخدمها في الair fryer، وكمان أثناء الأكل بدأت بقى أرجّع الشاي والسُكّر كده مكانهم، وأرجّع الحاجات اللي أنا كنت حاطاها في أطباق لإني كنت باغسل العلب الصغيّرة دي. في حاجات وأنا بارُصّها اتفاجئت إني أنا نسيت أجيبها، فعارفين اللي هو افتكرت كده، يعني بدأت أرجّع بقى بُصّوا الذرة، لسان العصفور، المكرونات، لقيت إن أنا نسيت أجيب شعرية خالص، مش عارفة إزاي نسيتها، كمان لسان العصفور ما عنديش غير الشوية الصغيّرين اللي ورا دول، فإن شاء الله برضه هابقى أجيب. آآ
بدأت بقى كده أرص الحاجات في العلب زي ما قلت لكم، يعني نضيفة نضفتها ونشفتها كويس قوي. حطيت بقى ايه الحاجات اللي انا بستخدمها على طول، هي بتبقى تحت ايديا. انا برتاح صراحة لما بحط كده في العلب، يعني الدنيا بتبقى متنظمة معايا. ببقى شايفة كده ايه اللي موجود، ايه اللي مش موجود، ايه اللي بدأ يخلص. كمان بقى عارفين الحاجة لما بتبقى في الضرفة بتفضل تقع وبتدهول الدنيا، فده بصراحة بينظم. استخدمت العلبة اهي الجميلة اللي جات لي، حطيت بقى فيها البلح. بدأت بقى أجيب كل الحاجات اللي كانت في أكياس في المطبخ، إني نظمت المطبخ ودرفة الخزين نضفتها. فكان في حاجات كده عارفين في أكياس، شوية ذرة شوية فنكوش شوية حاجات كده، فقلت أحط كله في منظم يعني منظمات كده وانضف الدنيا. دي كانت مكرونة كده، بصوا دي من الضحى، حلوة قوي شكل فيونكات، البنات عجبتهم كانوا معايا فجبتها لهم. بدأت بقى أرص كل حاجة عندي في أكياس زي ما قلت لكم في العلب دي، إلا الدقيق. أنا الدقيق بصراحة مش عارفة، أنا بحب أشيله في التلاجة، مش برتاح غير يعني لما بشيله في التلاجة. الدقيق والبقسماط ده، يعني أنا البقسماط هرجعه التلاجة تاني. ده كان شكل الحاجات كده لما رصيتها. وعندي بقى الحاجات اللي هي متقفلة لسه في أكياس، يعني ما فضيتهاش، يعني مش بنعمل بهرجة وخلاص. الحاجات اللي هي كانت مفتوحة عندي اللي بدأت أنظمها، ولما اجي ان شاء الله استخدم حاجة مقفولة هبقى ابدأ ارصها. كمان كنت جايبة معاكم في الفيديو السابق لما عرضت عليكم الخزين علبة مرق الدجاج كده، كانت كبيرة. فبدأت ان انا كمان احطها في علبة كده صغيرة، بحيث ان انا مقعدش افتح العلبة واقفلها، وعارفين بتتبهدل وبتقعدي تقطعي عشان تجيبي، فسهلة وشكلها كده جميل. حطيتها بقى في التربو جنبي. التربو ده كمان بصوا كنت يعني فكيته خالص وغسلته ونضفته، ورصيت الحاجة كده بنظافة ونظام. عارفين المطبخ لما بيبقى نضيف كده وعملتيه يعني بضمير، تحسي ان نفسك مفتوحة، بجد والله نفسك مفتوحة. تقومي بقى تعملي لهم فطار حلو في رمضان في سحور. كمان بيسهل عليكي بقى، لاني احنا مش عايزين نضيع صراحة رمضان في وقفة مطبخ كتير وحاجات، عايزين نستغل الشهر ده. فكل ما الدنيا كانت نظيفة وانتي كنتي مجهزة حاجتك، ده كله هيسهل عليكي. التلاجة كمان كنت صبنتها ورصيتها اهي بالمفارش الجديدة. طلعت بقى انا والبنات وبدأنا ان احنا الشقة انا كنت مروقاها، يعني بصوا قبلها بيوم كنت مروقتها ولمعتها كمان، بحيث ان يبقى سهل عليا بقى تاني يوم انا مسحت بس ورحت كنسة ومعلقة الزينة. فالدنيا كده كانت ايه سهلة. ما بحبش اعمل كله في يوم واحد، لانه عارفين مهما نقول خلصنا مش بنخلص وبنقعد كتير. فيعني ربنا يا رب يقوينا ويجعل كل تعبنا ده يعني في ميزان حسناتنا كده، وفرحتنا لولادنا دي كمان يجعلها يا رب في ميزان حسناتنا. دخلنا بقى على أوضة البنات، حطيت لهم الفرع ده بأشكال بقى بوجي وطمطم وعم شكشك والحاجات دي. الرسومات الجميلة دي هنا اللي كانت رسماها، كانت رسمة فانوس وشكل كده رمضان والهلال ده كمان. وحطيت لهم فرع النور، ويعني عارفين حبيت أدي كل حتة في الشقة جو كده رمضاني. يعني بحب أحط في كل حاجة حاجة كده عارفين رمضانية، حتى لو حاجة بسيطة، فرع نور بس أو حاجة بتدي بهجة كده. والولاد بصراحة بيبقوا فرحانين جدا. طفيت النور بقى، بصوا شكل الأوضة والنور مطفي جميلة، والبنات عندي مبسوطين قوي. اوضتي ما حطيتش حاجة فيها طبعا، هي اتروقت واتلمعت وكل حاجة. بحط انا بس فيها فرع نور كده صغير على التلفزيون كده، بصوا شكل فوانيس بس بسيط كده وخلاص. تعالوا بقى نطلع بره على الريسبشن. بصوا دي الركنة دي انا كنت شايلة بقى الفرش وغسلتها. كل الزينة بتاعتي دي من السنين اللي قبل كده، يعني الزينة ما اشتريتش زينة خالص. كل الحاجات دي كانت عندي وكنا عارضينها مع بعض السنة اللي فاتت، وفي حاجات من السنة اللي قبلها واللي قبلها كمان. طالما الحاجة يعني كويسة وانتي محافظة عليها، كل سنة كده بتطلعيها وبتغسليها قبل ما بتشيليها، الحاجة بتفضل نظيفة. مش ضروري طالما الحاجة عندي وفي حاجة طلعت جديدة فانا اروح اجيب جديد وخلاص.
لأ هاتي اللي بس يعني مش موجودة عندِك، لكن طالما أنتِ عندِك حاجة بنفس مثلًا شكل أو جودة الحاجة الجديدة، فليه أروح أجيب جديد وخلاص. دي الصراحة النظرية بتاعتي يعني، طالما الحاجة كويسة فأنا بافضل أستخدمها، ما بيهمنيش هي جديدة والّا قديمة ولا الحاجات دي خالص. فده بقى بُصّوا شكل كده الreception طلّعنا الطبلية بتاعتنا طبعًا. عندي البنات بيحبّوا يتسحّروا عليها على فكرة، يعني يقولوا لي: "لأ يا مامي حُطّي لنا السحور عليها." فأحيانًا كده بنجيبها ونحُط السحور عليها ونقعد كده نتسحّر. وده بقى بُصّوا الreception حطّينا بقى أفرُع النور والستارة. هنا في الأنتريه برضه ما حطّيتش أي حاجة غير فرع النور الصغنّن ده، وكان عندي فانوس كده بُصّوا بقى له ييجي 5 سنين حطّيته فوق التلاجة، وحطيت كمان الأشكال اللي هي بتاعة الأذكار والأدعية حطيتها كده فوق التلاجة، وكمان المفرش الجميل ده. عايزة أقول لكم حاجة يا بنات يعني هتتصدموا منها، عارفين المفرش اللي ورا ده اللي عند الصالون، ده كان مفرش كبير أوي، عايزة أقول لكم إن أنا قطّعت منه حاطاه اللي هو أنا حاطاه في الأنتريه واللي حاطاه على الترابيزات الصغيرة ده كله مفرش واحد. تعالوا بقى نشوف كده شكل المطبخ بعد بقى ما خلصناه خالص وعلقنا فرع النور بتاعنا. بصوا الصينية بتاعت فوانيس أنا حطيتها كده على الحيطة، يعني حسيت إن الحتة دي فاضية. رُحت حاطة كده في الصينية. شكل المطبخ بقى بُصّوا بعد ما اتهدّيت فيه، والله اتهدّيت فيه. بس الحمد لله فرحانة جدًا يعني بالنضافة بصراحة. ويا رب كده نحافظ عليها وتفضل كده دايمًا الحاجة حلوة ونضيفة. فرحانة الحمد لله بشكل الشقة والمطبخ، يا رب يجعله كده رمضان خير وبركة علينا، ويغفر لنا فيه ويجعلنا من يعني يا رب كده المغفورين ليهم بإذن الله. يا رب اطعم كل جائع على وجه الأرض وينصر أهل غزة، يرحم موتانا يا رب جميعًا، يرحم بابايا وكل موتاكم يا رب ربنا يرحم لهم ويغفر لهم. ويخلّي كده أمهاتنا عيد الأم قرّب. كل سنة وأنتِ طيبة يا ماما، ربنا يخلّيكِ لينا يا رب ويديمِك نعمة كده فوق راسنا، وربنا يخلّي لكم كل أمهاتكم يا رب. ده شكل بقى الشقة النهائي كده يا بنات بالمطبخ وجو رمضان الجميل، ربنا كده ينعاد علينا وعليكم بالخير. البنات عندي الحمد لله فرحانين جدًا، بس حبيت بقى أطفّي لكم كده النور وتشوفوا شكل المطبخ عامل إزاي. خلّصنا الحمد لله واستحمينا ومستعدين لرمضان كده بنضافة. البنات بقى بُصّوا فرحانين وكانوا بيلعبوا بالفوانيس. يا رب يكون الفيديو النهارده كده عجبكم ونال رضاكم واتبسطتوا منه. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك الجميل بتاعكم على الفيديو، وما تنسوش تشتركوا كمان. وعايزة تعليقاتكم الحلوة كده تحت تقولوا لي تحت إيه رأيكم في المطبخ وفي الشقة. وباي باي.